سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. اليوم جيتكم بوصفه بزاف هايله، لازم تجربوها. كيكه المقلاة تقدروا ديروها دركا لقهوه العصر، بزاف سهله واقتصاديه، ما تديش معاكم بزاف الوقت. جيبي المقله تاعك اللي ما تلصقش وروحي نديروها مع بعضنا. شوفي القوام تاعها كيفاه تجي تشهي. بنات اللي راهي جديده في القناه تاعي دير لي اشتراك، واللي قديمه دير لي جيم وتبارطاجي الفيديو مع صحاباتها باش يجربوا هاد الوصفه السهله والبنينه. لا نبداو في الوصفه تاعنا. اول حاجه في ريسيبيون نجيبو 2 بيضات بدرجه حراره المطبخ، نزيدو لهم رشه مليحه تاع الملح ونصف كاس تاع السكر ونخلطو مليح. اللي عندها لافاني دير، انا ما كانتش عندي. خلطوا مليح بهذه الطريقه حتى وين يذوب لنا السكر مع البيض بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا. بعدها نجيبوا نصف كاس حليب ونبقاو نخلطوا هكا بهذه الطريقه. بعدها نجيبوا هنايا نصف كاس زيت. الكاس اللي تكيلوا به كملوا به، تقدروا تكيلوا بهذاك الكاس تاع 220 مليلتر. نبقاو نضيفوا الزيت تاعنا بالتدريج بهذه الطريقه حتى وين نكملوها، ونبقاو نخلطوا حتى وين نتحصلوا على خليط متجانس. بعدها هنايا نجيبوا صحنه وفيها صفايه نغربلو فيها ملعقه تكون معمره تاع الكاكاو الاسود اللي راح يعطينا لون بزاف هايل للكيكه تاعنا. كاس غير ربع فارينه، وثاني ملعقه كبيره كاكاو بني. البنات الخميره نسيت ما غربلتهاش، خميره كيميائيه ساشي، نسيت ما غربلتهاش هنايا مع النواشف. نتوما غربلوها مع النواشف، فهمتوا؟ بعدها نجيبوا الخليط تاع النواشف ونخلطوه مع الخليط تاع السوائل غير بلا فوي، ما نحتاجوش الباتر، غير نخلطوه تخليطه خفيفه بهذه الطريقه حتى وين نتحصلوا على الخليط تاعنا يكون متجانس تماما. هاني وريت لكم هنايا الخميره من بعد باش غربلتها وحدها وضفتها. هنايا خلطت مليح بهذا الشكل. بعد ما خلطت جبت المقله تاعي. شوفوا البنات، المقله اللي عندها مقله تلصق شويه ولا تخاف منها تدهنها مليح بالمارغرين وتزيد ترشها بالفارينه. انا المقله تاعي شريتها جديده وهكاك وخفت منها، دهنتها بالمارغرين ودرت لها شويه تاع الفارينه وجبت الخليط تاعي صبيته كامل بهذه الطريقه. البنات بالنسبه للطياب تشعلوا طابونه ولا ريشو، نقصوا له النار لازم تكون ناقصه خلاص ذليله، وتغطيو المقله تاعكم بالغطاء تاعها وتخليوها طيب مدة 20 دقيقة، ما تزيدولهاش، فقط 20 دقيقة فقط تلقاوها طابت لبس عليها. بالنسبة لاصوص وشوكولا، هنايا جبت كريمة الطبخ درت نصف كاس، خليتها تغلي مليح. الكيكة تاعي بعد ما طابت لي كيما راكم تلاحظوا جبتها دخلت فيها كيردون خرج صافي. هنا عرفت بلي الكيكة تاعي راهي طابت 100%. باش نسقيها جبت قهوة خفيفة، تقدروا تسقيوها بالحليب، انا حبيت يكون فيها الجو تاع القهوة. درت قهوة طيبتها مع شوية نيسكافيه وسكر وسقيتها بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا. كي خرجتها بعد سقيتها. وبالنسبة لكريمة الطبخ اللي كنت غليتها، جبت باطا شوكولا مونا بالحليب وطرف 50 غرام هكاك شوكولا سوداء، حطيتهم في هذيك الكريمة وخلطت مليح حتى وين تحصلت على هذا القوام. جبت الكيكه تاعي وصبيت هذيك لاصوص وشوكولا على السطح تاعها كامل، لازم تصبوه على السطح تاعها كامل بهذه الطريقه. بعدها التزيين يبقى اختياري، تقدروا تزينوا باي حاجه. انا كانوا عندي هذا الرقائق تاع الشوكولا جبتهم باش ندير بهم الكوكيز، زينت بها عفوا زينت بيهم وجات بزاف بنينه ومشربه وغارقه في لاصوص وشوكولا. يعني الكيكه هذه كي ديروها راح تبرد لكم على قلبكم، يعني الشوكولا على بالكم باللي تطلع المورال. راح نقسم معاكم طرف وتشوفوها كيفاه جات بزاف هايله وبزاف بنينه. هنا بعد ما زينتها بالشوكولا قسمت معاكم طرف كما راكم تلاحظوا، ما لصقتليش نهائيا. والبنه ما نحكي لكمش، هذه لازم ديروها لقهوه العصر، ولا تقدروا حتى ديروها لضياف الغفله كي يجيوكم، على خاطر ما تطولش وما كمش راح تشعلوا الفرن في هذا السخانه غير 20 دقيقه وانتم فريتوها.
البنات جربوها وعلى ضمانتي، وما تنساوش ديروا لي اشتراك وديروا جيم للوصفة وتبارطاجيوها مع صحاباتكم. والسلام عليكم، نتلاقاو في عدد آخر وفي وصفة أخرى إن شاء الله.